في شأن آخر، أبرز مدير الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر إبراهيم جريبية أهم التحديات والصعوبات التي تتعرض لها شعبة الحمضيات ببلادنا والتي أثرت سلبا على أسعارها. كما دعا جريبية في تصريحه للإذاعة الجزائرية إلى مراجعة بعض القوانين التي تخص الشعبة، لا سيما إشكالية التعاونيات وأثرها على المنتوج، بالإضافة إلى وجوب اتباع الطرق والوسائل الفلاحية الحديثة لدعم وتطوير هذه الشعبة. نتابع. ورانا نشاهد التغيرات المناخية على مستوى الوطن مدة تقريبا 4 سنوات، وهنا كنا وهذه التغيرات المناخية قاست كل العالم. السنة شاهدنا الصيف فريمون وين درجات الحرارة كانوا مرتفعة، وهذا أثرت سلبيا على كل المنتوجات الفلاحية. ما يخفلناش بلي في القمة العربية تكلمنا على التغيرات المناخية. في الكوب 27 اللي انعقد في مصر في شرم الشيخ تكلموا على التغيرات المناخية. لازم لهنا هذه التغيرات المناخية نكونوا نتقموا معهم وندوا صدابتي في التغيرات المناخية. كيفاه؟ لازم نروحوا السقي اللي يقتصد المياه منها بالتقطير. التكوين، المهندسين من قبل تكونوا على فلاحه مطريه. الان لازم اون سادابتي في الوضع هذا. لازم نستعملوا دي سيستيم دو برودكسيون، وسائل انتاج اللي تقتصد المياه منها لي ملتي شابال، لبيوت بلاستيكيه لمتعدده القبب. لو كان نعطوا نشوفوا هذا السيستم دو برودكسيون يقتصد بزاف المياه، وعندنا الارقام لهنا ونشوفوا نلاحظوا في القرار الاخير تاع مجلس الوزراء اللي انعقد يوم الاحد 8 جانفي، المخرجات تاعو يتكلموا على تحليه مياه البحر. احنا هذا الموضوع كنا نتكلموا عليه كمهنيين من 2019. احنا عندنا الحظ من الجزائر عندها شاطئ تاع تقريبا 1600 كيلومتر، وين لازم نفعلوا هذو محطات تصفيه المياه. 80 ما يخفلناش بلي 80% نتاع المواطنين الموجودين في الشمال اللي هما يقربوا 32 مليون ابري.